تخيل معايا هاد القتيله تمشي عند القاضي وبدون خوف كتطلب منه وكتبزز عليه يحكم عليها بالاعدام، والا ما بغاش غتخرج عاوتاني من الحبس وغتقتل الرجال كما كانت كدير. زعما كتقول الحقيقه. هاد القاتله سميتها إيلين وورنوس، اول امراه قاتله متسلسله في تاريخ امريكا. كانت كتوقف الرجال وسط الطريق وما كتخليهمش يوصلوا لديورهم. ورا هاد الوجه اللي كيبان من الطياره مرعب وشرير كاين ماضي اسود، طفوله قاسيه وفيلم حياه هوليودي ما كيفرحش. في هاد الفيديو غنحكي لك كيفاش تحولت بنت مشرده لوحده من اخطر السفاحات اللي دازوا على هاد الكره الارضيه. ولكن اللي بغيت منك هو تجاوب على سؤال واحد: واش إيلين وورنوس كانت ضحيه ولا وحش؟ والجواب غتقولوا لي فاش تسالي القصه وتعرف كاع الاحداث ديالها. كذلك ما تنساش بواحد لايك وسبسكرايب. 29 فبراير في 1956 في ولاية ميشيغان غادي تولد واحد البنت اللي سميتها إيلين وورنوس. امها ديان وورنوس كانت ديك الساعه مراهقه، كان في عمرها 16 سنه. باها كان مجرم خطير وكان معروف بالاعتداءات الجنسيه، لذلك كان مريض نفسي، كان كيدير شي تصرفات اللي ما كيديرهاش انسان طبيعي. شهرين قبل ما تولد إيلين امها طلبت الطلاق من راجلها، ومن بعد تولدت إيلين. كلشي داز مزيان. امها غادي تهرب من الدار، غادي تهز حوايجها وحتى واحد ما عرفها فين مشات، والنتيجه معروفه. إيلين غادي تبقى بوحدها وحتى واحد ما معاها. في عام 1960 الجد والجده من طرف الام غادي يقرروا يتبناو إيلين، غادي يحاولوا يربيوها، ولكن للاسف هزوها من الجحيم وجابوها الجحيم كتر من داكشي اللي كان فيه. جدها كان واحد سكيري منه ما كاين، 24 ساعه على 24 ساعه وهو مصيفط الدماغ. كان كيعنفها جسديا ونفسيا، وراه اقوى طرق التعذيب هي التعذيب النفسي. المهم إيلين قالت في اعترافات باللي جدها كان كيتحرش بها، وللعلم واحد النقطه نسيت ما ذكرتهاش، جدها حتى هي كانت سكيريه. المهم إيلين فين ما كتبغي تقرب من شي واحد، سواء جدها ولا جداها ولا غير شي بنت قدها في العمر تلعب معاها، كتلقى ديما غير القمع والقسوه. ما كانتش كتعرف مذاق الحنان واحساس الحضن. الحاجه الوحيده اللي كانت كتلقى هو الغوات والسبان والبكا في نصاصات الليل. فاش غادي توصل 14 سنه غادي تعرض إيلين لاغتصاب من طرف واحد الراجل اللي كيقولوا كبير في السن ويقدر يكون صاحب جدها وجارهم. للاسف إيلين غادي تحمل وهي باقا صغيره. نهار 23 مارس 1971 إيلين غادي تولد داك الدري، ولكن جدها بزز عليها، تخلى عليه وتحطو في واحد الميتم. إيلين كانت بنت صغيره حزينه مكسوره، الدنيا ما بغاتش ترحمها وغادي تزيد عليها مشاكل اكثر من داكشي اللي كانت عايشه فيه، حيت بعد شهور قليله من اللي ولدات جدها غادي يجري عليها من الدار. ومن داك النهار إيلين خرجت من الدار وغتلقى البلاصه الوحيده اللي غادي تحتضنها بكل حب وهي الشارع. وفي عمر 15 سنه إيلين غادي تلقى راسها عايشه وسط الغابات وفي جوانب الطرق. مصدر الرزق تاعها الوحيد واللي كتعتمد عليه وهما المفاتن ديالها. كانت كتخدم بالجسم ديالها، غتبدل الجنس مقابل الاكل، ولا مقابل تنعس ليله وحده في الطوموبيل، ولا مقابل دولار. إيلين ما بقى كيهمها لا حب لا عاطفه لا والو، بغات تقاتل غير باش تبقى حيه وسط الغابات، لدرجه ان الناس ديال المدينه ولاو كيعيطوا ليها بالفتاه المتوحشه. كانت كتكمي كتسب كتضارب مع اي واحد كيقرب ليها. ولكن وسط هادشي كامل في 1976 غادي تزوج بواحد الشيباني سميتو لويس فيل. عنده فلوس، عنده مكانه اجتماعيه، عنده اي حاجه كتمناها. انت اللي كتفرج فيا دابا. المهم نقدروا نقولوا هذه هي فرصه العمر لإيلين باش تبدا بدايه جديده، حيتاش غتقدر تصلح من راسها وتقدم من نفسها وتصلح حالتها. ولكن مع إيلين لا، هاد الزواج استمر لمده 9 الاسابيع صافي، حيتاش إيلين كانت كتفتعل المشاكل وكتضرب راجلها اللي في الاخر عيا ورفع عليها شكايه، وفي الاخر نجح يطلقها. ومن بعد هذا الحدث حياتها غادي تمشي للهاويه، حيتاش بقات خارجه داخل الحباسات بتهم السرقه، حمل السلاح، المخدرات، محاولة انتحار في 1978. المهم حياتها ولات غادا وكتغرق، وما كاينش اللي جبدها، ما كاينش اللي يعاونها. دار واحد النهار اللي غادي تعرف فيه على واحد البنت اللي غتبدل مصيرها من الاول حتى الاخر، حياتها غادي تقلب. 1986 في واحد البار صغير في فلوريدا تعرفات إيلين على واحد البنت اللي سميتها طيريه مور. كانت خدامه في داك البار كتسربي في الخمر. هاد الطيريه كانت زوينه بشوشه ظريفه، عطات لإيلين الاحساس بالحنان اللي عمرها حست به. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بجوجهم غادي يدخلوا في علاقه غراميه بنت مع بنت. هاد العلاقه اللي بيناتهم كانت قويه بزاف، كانوا كيعجبوا الفنادق الرخيصه وكيتشاركوا في صفات الفقر، وكل وحده منهم كتعول على الاخرى. ايلين كانت كتخدم في الدعاره باش توفر لصاحبتها الفلوس باش يعيشوا بجوج وما عمرهم يتفارقوا، لدرجه ان ايلين كانت قالت لها واحد المره ما غاديش نخسرك وخا نضطر نقتل بنادم. فعلا ايلين ما كانتش كدوي من فراغ، كلامها ماشي تهديد وانما وعد واللي غادي تنفذو. كيفاش؟ بقى معايا وغتشوف كلشي بعينيك. 1989 في شهر ديسمبر في لوتوروت وسط الشجر، واحد الطوموبيل جايه من بعيد وقدامها واحد المراه كدير اوتوستوب. فاش غادي نقربوا لهاد المراه غادي نلقاوها ايلين وورنوس. غادي توقف ليها هاد الطوموبيل اللي كان سايقها واحد خدام في متجر الكترونيات اللي غادي تكون سميتو ريتشارد مالوري، واللي غادي يكون هو الضحيه الاولى. وقف ايلين باش يوصلها ويحيدها من هاد الغابه، غيدير الخير وفي الاخر صدق غادي محاسب، حيت بعد مرور يومين لقاو الجثه ديالو وسط الغابه وكاع متقوبه بالقرطاس. اللي ماشي عادي في هاد الشيء ايلين ما خافتش وبقات كتستعمل البطاقه البنكيه ديالو والسياره ديالو كتنقل بها. ومن داك النهار البوليس ولاو كيلقاو جثث الرجال ماتوا بنفس الطريقه وفي نفس ديك البلاصه، وكذلك نفس توقيع المجرم. بين 1989 و 1991 7 الرجال تلقاو مقتولين برصاصات على الطريق السريع رقم 75 في ولايه فلوريدا. الناس قالوا بلي هذا شي قاتل متسلسل، ولكن تا واحد منهم ما كان عارف بلي هذه غادي تكون امراه. في يناير 1991 الشرطة غادي توصل شي صور وفيديوهات من كاميرات مراقبة في وحدة من محطات البنزين. في هاد الفيديوهات كان واضح وباين وجه ايلين وصاحبتها طيرية من بعد اخر جريمة ارتكبوا. الشرطة شدوهم بجوج، ولكن الغريب البوليس قرروا يديروا صفقة مع طيرية، وهاد الصفقة هي تعاونهم وتقول لهم الحقيقة والمقابل اللي ما يمكنش لاي واحد منكم كيتفرج فيا دابا يرفضوا، واللي هو الحريه. طيريه تقول لهم الحقيقه وتفرج صاحبتها، وفي المقابل غادي تلقوها تمشي بحالها. بالفعل ايلين وافقات وغادي تسجل مكالمات مع صاحبتها ايلين. في هذه المكالمات كانت طيريه كتجر لصاحبتها لسانها وكتطلب منها تعترف وكتقول لها باش تحميني انا من العقوبات ونخرج بريئه. ايلين بقوه ما كانت كتبغي صاحبتها طيريه غادي تجاوبها بواحد الصوت مكسور، غادي نقول كلشي غير باش ما تاذيش وانتي تبقاي مرتاحه. ايلين على نيدها وما كانتش عارفه بلي هذا كامل قالب، وبالغباء ديالها طاحت فيه. ومن داك النهار ايلين نهارت واعترفت بكلشي. في المحكمه ايلين كانت كدير تصرفات غريبه، كتضحك وكتغوت، مره كتقول بلي هي اللي ضحيه، ومره اخرى كتقول بلي كرهت كاع الرجال وكلهم خايبين وكلهم ما يسواوش. الاطباء النفسيين قالوا بلي عندها اضطرابات نفسيه حاده، ولكن القاضي عنده راي اخر حيت شاف في عينيها قاتله متسلسله كتقتل بدم بارد. ومع مرور السنوات وتتالي الايام فقدت الامل بلي غادي تعاود تشوف الشمس. في اخر جلسه ليها في المحكمه غادي تقول وغادي تنطق بالجمله الشهيره ديالها: بغيت الاعدام حيت الا خرجت غادي نعاود نقتل الرجال من جديد. نهار 9 اكتوبر من 2002 غادي تنفذ الاعدام وغادي يديروا ليها الحقنه المميته. واخر كلمه قالتها قبل ما تموت هي: غادي نرجع مع يسوع، شي نهار غادي نرجع. يسوع هو عيسى اللي كيعتبروه هما هو الاله ديالهم. من بعد الاعدام العالم تقسم بين اللي شاف فيها وحش واللي شاف فيها ضحيه المجتمع ما رحمهاش. الصحافه غادي يسميوها الامراه الوحش، ولكن بزاف الناس غادي يقولوا باللي كانت نتيجه مباشره لطفوله فاسده وفقر واغتصاب متكرر في سن البراءه. الحقيقه الوحيده اللي بقات لنا واللي هي ان ايلين وورنوس امراه مظلمه بالنسبه للمجتمع، امراه تولدت وسط الالم وكبرات وسط العنف وماتت بعنف وبألم. السؤال اللي سولتك في الاول ديال الحلقه وبغيتك تكتب لي الجواب ديالو دابا: واش ايلين وورنوس ضحيه ولا وحش؟ واش كون كنتي بلاصه القاضي غادي تحكم عليها بالاعدام ولا غادي تحاول تفهمها؟ المهم ها هو واحد الفيديو غادي يطلع لك هنا، دخل تفرج فيه ولكن عندك تخلع. كان معك اشرف، هذا مكان.